بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي الأعزاء المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا على التتبع ديالكم وعلى الدعم ديالكم للقناة وعلى الكومنتير الزوينة والأسئلة ديالكم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. نبدأ على بركة الله. الجريمة ديال اليوم جريمة اللي غادي تبعها معايا من الأول حتى الآخر، غادي تفاجئ وغادي يعرف بأن راه ما تيمشي لواحد فين ما مشى الله. هذه الأولى. وتاني حاجة، يعني العبار اللي نقدروا ناخذوا من هذه الجريمة، يعني راه تقدر تكون هنا وتوصل هنا، تقدر تكون طلعتي للفوق وتعاود ترجع لتحت، تقدر تكون لتحت وترجع للفوق. وكيف ما تنعرفوا، يعني بالنسبة للناس ولا المغاربة بصفة عامة، يعني الناس ديال الأخلاق وديال الطيبوبة وديال المسامحة وديال بزاف ديال الأمور. لهذا غادي نشوفوا هاد الجريمة ديال اليوم وغادي نكتشفوا حنا وياكم المعالم ديالها والخبايا ديالها وكيفاش وقعات وفين وقعات وبزاف ديال الامور. لهذا تنطلب منكم انكم تتبعوا يعني الحلقه من الاول حتى الاخر، وتدعمونا بالاشتراك ديالكم وبلي جيم وبالبارطاج. شكرا جزيلا لكم. في واحد المدينه في الشمال، واحد الفيلاج. هذاك الفيلاج جا في واحد البلاصه، في واحد الطريق اللي هي طويله وجا على البحر. هذا الفيلاج هذا كاين اللي من مثلا كاين الفيلاج وعلى اليسار كاين البحر، كاين اللي من الفيلاج وعلى اليسار البحر، كاين تقريبا هذه هي الطريق اللي غادي في هذاك الفيلاج. هذا الفيلاج هذا يعني فيه الناس اللي عايشين فيه، يعني بحال تقول مقسومين على جوج. كاين الناس اللي خدامين في البحر، وكاين الناس اللي خدامين في الفلاحه وشويه ديال البني وداكشي. لان هذا الفيلاج هذا واخا هو جا يعني على البحر، يعني الجهه اللي انفص مع مثلا على البحر، ولكن الظهر ديال الفيلاج الناس دايرين الفلاحه ديالهم وداكشي، والناس معروفين، شي تيعرف شي تقريبا. وهذا الفيلاج هذا فيه واحد القهوه كبيره هي اللي فيه. وهاد القهوه هادي حدا واحد السوق. هاد السوق هذا تيتسوقوا فيه دوك الناس. السوق يعني ديال الفيلاج تيتسوقوا فيه. كاين اللي تيبيع الخضره، كاين اللي تيفرش خضيره ديال الفلاحه ديالو، كاين اللي هادي كاين اللي هادي، الناس معروفين والناس تقريبا كلشي دراوش. هاد القهوه هادي اللي فيه تقريبا فين ما تيكون شي ماتش، الناس كاملين تيتجمعوا تيهبطوا يتفرجوا في ديك القهوه، لان هي كبيره تيتفرجوا. وكاينه يعني بالخصوص واحد القناه اللي كانت معروفه ان الناس تتبع، تما كاين قناه اسبانيه اللي كنتو تعقلوا عليها سميتها كانال سور، هي اللي كانت تنقل الماتشات ديال الاسبان. وكان اللي سالا خدمته يجي لديك القهوه يتفرج وهادي وعاد يمشي. كان واحد خينا سميتو عبد الصمد. هذا عبد الصمد هذا كان قبيح وقبيح بزاف، تيتعدى على الناس وتيتعدى على اي واحد في ديك الفيلاج، ومعروف داخل خارج الحبس، داخل خارج الحبس، داخل خارج الحبس، داخل خارج الحبس. عندك نتايا شي حاط شي شويه ديال الحوت تتبيعو يجي يقلبوا لك. يمشي لهاديك القهوه ياخذ القهوه فابور. انت دايز يقدر يضربك. المهم قبيح بزاف وخايب وما تيسواش، وداخل خارج الحباسات وعنده زيد نقص، ما عنده غرض، ما عنده حتى مشكل. هذا عبد الصمد هذا شو سبحان الله العظيم عنده 7 ديال خوتو. هاد 7 ديال خوتو مجوجين ووالدين، وعندهم الخدمة ديالهم، الخدمة للدار، الدار الخدمة، والصلاة والدين والعبادة. إلا هو اللي خرج ضلعة عوجة، إلا هو الوحيد اللي خرج في شكل قبيح بزاف. وكاين الناس اللي تيديكلاريو به وهادي وهادي وكلشي، عنده بزاف ديال الناس مديكلاريين به بزاف في ديك الفيلاج. ولكن الناس اللي تيديكلاريو به الغلط اللي تيديكلاريو به ماشي الغلط. الله يحسن العمر كل واحد. الناس اللي تيديكلاريو به هي تدوز يومين 3 ايام تيمشيو يسحبوا ديك الديكلاراسيون، ولا تيديروا اعتراف، ولا تيديروا التزام. انا لا ضربني لراسي ديكلاريت به اليوم، غدا بعدو سندير الالتزام بان صافي ماشي هو، راه ما عقلتش بطاطا. وتيمشيو تيقول لهم عبد الصمد اللي ضربني. انت شكون اللي ضربك؟ عبد الصمد اللي ضربني.
صافي وزيد هاديك زيد عبد الصمد يضربني، زيد عبد الصمد يضربني، ولكني تيسحبوا يا إما تيدير التزام، يا إما تيدير تنازل، يا إما هادي وتيسحبوا ديك الشكاية من عند الجدرمية. هنايا هاديك القهوة وبنهار السبت بالضبط كاين ماتش اللي هو واعر كلاسيكو ما بين البارسا والريال في ديك القهوة، يعني غيبدا الماتش مع 9 ديال الليل، كلشي تيتجمع في ديك القهوة، سيرتو ملي تيكون بحال هكا كلاسيكو ديال الماتش ديال البارسا والريال، ديك الدراري والناس ديال الفيلاج كلشي يجي يتفرج تما كاين. تقريبا مع دوك ال8 جا واحد الدري جلس سميتو يوسف، هاد يوسف هذا مجوج وعنده وليد ديك الساعة، ويوسف الله يعمرها دار، أحسن ما تختار في الدراري، جا ريح، هاديك القهوة اللي ريح فيها يوسف غادي يجي لها تا عبد الصمد، جا عبد الصمد جا راه قهوة مول القهوة عطاه قهوة ما تيتخلص من عندهم حتى شي حاجة، مول القهوة ماشي تيخاف ولاد الناس تتخاف ولادي، ولكن لا ما باغيين صداعات، ما باغيين مشاكل، طلع هبط سير الجدرمية سير لهنا سير لابيجي سير القيادة طلع هبط هبط المحكمة هادي، الناس فيغيين على هاد الشي هذا ما تتبغيش تمشي مع هذا عبد الصمد هذا لهاد المسائل كاملة، وهو صعيب يعني ما تيرحمش وباسل وخايب وقبيح وكاع الدعاوي د الناس واخدها وكاع الدعاوي د الناس مجموعين فيه. جا واحد الطوبيس وهذاك الطوبيس كاين طوبيس واحد اللي تيدوز لديك الفيلاج تيجي تيدير المدينة الفيلاج طوبيس واحد، جا فيه الشيفور وفيه هذاك الكريسون، هاد الشيفور والكريسون ديال هذاك الطوبيس ما غرضهم لا في ماتش، ما باغيين ماتش ما باغيين حتى شي حاجة، تيجيو لديك القهوة تياخدو كاس ديال القهوة ويطلعوا بحالاتهم يكملوا الطريق ديالهم. هذاك النهار هُما يعني بحكم أنهم تيعرفوا الفيلاج تيعرفوا الناس وداك الشيء، تيجيو تيخليو الطوبيس en marche تيهبطوا ياخدوا القهوة ديالهم ويرجعوا للطوبيس، وكان هاد المسألة كانت معروفة يعني تيديروها بزاف ديال الشيافر وداك الشيء، يعني بحكم أن ما كاين اللي يوصل لهم لا الطوبيس لا حتى شي حاجة والطوبيس كبير وديال الدولة وديال هادي ما كاين حتى شي حاجة. وقفوا الطوبيس حدا القهوة خلاوها en marche نزلوا بجوج مهبطين جوج كيسان ديالهم، نزلوا للقهوة، يلاه غادي ياخدوا القهوة، عبد الصمد طلع للطوبيس بغا يديه صحا، الطوبيس مديماري عبد الصمد ما تيعرف يسوق، ما عنده غرض هو لا ببارسا لا بالريال لا بماتش لا بقهوة لا والو، هو تيبغي غير الصداع، يعني أصلًا داخل القهوة باغي غير الصداع ما باغي حتى حاجة أخرى، دخل الطوبيس تيكلاكسوني فيه تيكسيريه، هادوك الناس مساكن الشيفور الآخر دراوش وتيعرفوه وما باغيين صداع ما باغيين مشاكل، هو طيط طيط أنا نديمو أنا هادي أنا هادي، هادوك الناس تيرغبوا هادوك الناس اللي في القهوة تيقول لهم الله يجازيكم بخير هضروا مع هادي ينزلنا راه حنايا المسؤولية هادي واش دانا لهاد الشي هذا، ما عليناش هو تيغوت هادي وكسيري في هذاك الطوبيس وما عارف لا الفرانة ما لا عارف، شوية جاو عنده دوك الناس ديال القهوة واه بالصمد والله يهديك راه تمشي جنايات والله يهديك هادي راه مسؤولية كبيرة ونزل الله سيساسو معاه يغوتو واه بالصمد الله يرضي عليك واه كون تسمع الله يرضي عليك هادي راه بقاو معاه حتى نزل. مشاو هادوك الجوج هزوا الطوبيس ديالهم هزوا قهوتهم وقالوا الحمد لله ومشاو بحالاتهم. هذا عبد الصمد هذا القهوة كومبري غادي يجي يريح هي ورا هذاك يوسف، تقريبا دازت واحد قسماين ربع ساعة شي فرقة ماركات، حنا ما شغلناش ماركات يا البارسا يا الريال، هذاك يوسف تهز واه جول تيشجع ديك الفرقة هي اللي ماركات، تيشجعها جول والناس من وراه كلشي فرحان، كاين اللي الفرقة اللي ربحات راه تيغوتوا جول، 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 والفرقة اللي خسرت راه مكونين، هذاك يوسف من هذيك الفرقة اللي ماركات، غوّت وقف تيغوّت جول، جول فرحان، هذاك عبد الصمد من وراه هز هذاك الكرسي اللي جالس عليه هو، هذاك عبد الصمد جالس على الكرسي ديال الحديد هزّو، ضرب هذاك مسكين ديك يوسف الجمجمة ديال الراس اللور، جابوه دودة غيّب صافي.
جابو مغيّب، علاش؟ الله أعلم، باغي الصداع، باغي المشاكل، جابوه مغيّب، واش مات واش باقي حي الله أعلم، الماتش تحبس، القهوة تقلبت، اللي تيتفرج خرج، الدنيا تحبست، عيطوا للمخازنية، تما في فيلاج عيطوا للمخازنية، ما بين جاو المخازنية عبد الصمد هرب، شكون اللي ضرب هذا، شكون اللي ضرب يوسف، شكون عبد الصمد، المخازنية علموا يعني الباشا، الباشا علم القايد، القايد علم الجدرمية، جاو الجدرمية تيجريو هبطوا، شكون اللي ضرب عبد الصمد، عبد الصمد معروف عبد الصمد تيضرب هذا تيفعل التراك عنده قوة الشيكاية ولكن الناس متنازلين، ده غلط ديالهم ما تيقول لك الجدرمية حنا راه نجيبوه حنا غلبنا دابا عبد الصمد هذا، ولكن نتوما اللي تتنازلوا، نتوما اللي تديروا الالتزام، نتوما اللي تتسحبوا الشيكاية ديالكم، نتوما هادي نتوما هادي، المهم دابا الغرض ديالنا في هذاك يوسف مسكين اللي طايح غيبوبة، طايح دودة، جابوا واحد لابيلونس من ديك الجماعة هزوه داوه للمستشفى الإقليمي، كيشدوه للمستشفى الإقليمي قالوا ليهم خصو دابا يدخل الإنعاش، واش يعيش واش يموت الله أعلم، المهم خصو دابا يدخل الإنعاش، عنده ضربة خايبة في الجمجمة ديال الراس ديالو اللور، ضربة خايبة ما تبغيهاش للعدو ديالك والكافر بالله. هنايا في هاد اللحظة هادي الجدرمية لقيت اللي مشى يوسف داوه، مشى يوسف مع لابيلونس يعني المستشفى المركزي الإقليمي، هنا الجدرمية بقاو في القهوة تيسولوا شكون اللي ضرب يوسف، كلشي تيقول لهم عبد الصمد، شكون اللي ضرب يوسف؟ عبد الصمد، يعني كان معروف هاد السيد هذا ضربو عبد الصمد كلكم عارفينه، عارفينه، هنايا صافي تفرتكات القضية، تفرتكات الدعوة، اللي مشى يخدم اللي مشى ينعس مشى، البحارة مشاو ينعسوا باش غدا ينوضوا خدمتهم، الفلاحة مشاو ينعسوا غدا ينوضوا خدمتهم، بقات الأمور بحال هكا، تقريبا في الوسط ديال داك الفيلاج، في الوسط ديالو كان واحد الدار ديال واحد السيد عنده السبوع، هذاك الدار ديال داك السيد عنده السبوع، داير السبوع غير عادي، غير بسيط، غير عائلة خفاف وهادي، غير الناس ديال ولود العائلة وناس دراوش وداير عنده السبوع، تيقول بأن عبد الصمد داز عنده وطلب منه الماكلة وعطاه تفصيل فيه الماكلة ومشى بحالاتو، لأن قال لك أنا عندي السبوع ما باغي صداع، ما باغي مشاكل، ما با هادشي وقتاش تيقولوا هاد السيد، تيقولوا الغد ليه، الغد ليه تيقول هاد السيد تيقول هاد القضية هادي، لأنه ما باغي مشاكل ما باغي صداع، جا عندو عبد الصمد عرف عندو السبوع قال ليه بغيت الماكلة، عطاه التفصيل ديال الماكلة ودا التفصيل ومشى بحالاتو. هادشي تيقولوا نهار الحد لأن هادشي هذا السبت اللي وقع، يعني في السبت 9 اللي كان الماتش، يعني هادشي الحد تيقول هاد السيد تيقول هاد الهضرة هادي. هذاك الفيلاج فيه واحد لابيست تقريبا في الصباح ديال الغد ليه فيه واحد لابيست، الناس اللي تتخرج تمشي لخداميها الصيادة ويمشيو اللي غادي يمشي فلاح يمشي للفلاح وداك الشيء تيدوزو على ديك لابيست، ضروري ما يدوزو عليها، تيدوزو على ديك لابيست، هذيك لابيست تقريبا الطرف ديالها الفوقاني تيوصل لواحد المحل تيسكن فيه داك عبد الصمد في جنب الغابة، تيسكن فيه ولا تيشرب فيه ولا هادي، المهم تما تيسكن، تيمشي يشرب تما يسكن، ولكن واش تيبات في ديك المحل ما تيباتش الله أعلم، الناس غاديين خداميهم في الصباح، يعني في ديك 7 الصباح 7 ونص الصباح تيجبروا عبد الصمد في الراس ديال ديك لابيست مليوح جثة هامدة مقتول، مقتول، جثة هامدة، غير هو القتلة اللي مقتول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فيه واحد الضرب خايب 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 بزاف، فيه الضرب يعني في الجمجمة ديال راسو مدغدغة، العينين ديالو مدغدغين، الكولور ديال الوجه ديالو مزرق، فيه ضرابي في طعنات في سميتو في الكرش ديالو، كامل مدقدق، كامل مدقدق، يعني جثة مشوهة. يعني هذا اللي قتلوا ولادو اللي قتلوا ولادي يعني قاري فيه حسيفة ويعني باغي فيه الخدمة وبزاف ديال الأمور اللي خلاوه أنهم يديروا فيه ولا يدير فيه هاد الشيء هذا كامل، يعني بهاديك الجثة كيفاش سميتو، هادوك اللي لقاوه ديك الصباح
كاين اللي تيدعي فيه، كاين اللي تيدعي معاه تيقول الله يرحمه، كاين اللي تيقول غزّاو فيه ولا غزّا فيه، كاين كل واش تيقول، لأن داك عبد الصمد كان قبيح وكان خايب، وكان ما مخلي حتى واحد في خاطرو في ديك الفيلاج، وكلشي يشاكي بيه، كلشي داعيه، واخا هادي هو داخل خارج الحباسات عنده زيد نقص. هاديك الصباح هادوك الناس اللي لقاو مشاو للقيادة نيشان تيجريو، علموا المخازنية علموا الباشا ديالهم، الباشا علم القيد، القيد علم الجدرمية. هنايا وشوفوا دابا خوتي إخواني المشاهدين، هذاك اللي كانوا البارح في الليل تيقلبوا عليه الجدرمية بالريق الناشف تحت السما يجيبوه تحت الأرض يجيبوه، اليوم الصباح صبح مقتول. شوف القدرة الإلهية، ها هما تيقلبوا عليه من هنا، ها هما كيفاش تلقى من هنايا. ما عليناش، ما بين يجيو الجدرمية اللي تعلموا من طرف القيد باش يجيو ينزلوا لتما لمسرح الجريمة، ديجا المخازنية يعني مشاو لتماكين، طوقوا ديك البلاصة، اتأكدوا فعلًا هذاك عبد الصمد اللي مقتول، لأن المخازنية وداك الشي كلشي تيعرفو تما في فيلاج صغير كلشي تيعرفو، تأكدوا بأن راه عبد الصمد مقتول وأني راه في حالة يرثى لها، هي هذيك طوقوا ديك البلاصة. جاو لابيجي اللي جات ديال الجدرمية ماشي هما اللي كانوا تيقلبوا عليه البارح، هاذوك اللي تيقلبوا عليه البارح الجدرمية عاديين ولينا حتى هما كاينين، وجات لابيجي باش لأن مسرح الجريمة تعطاتهم أوامر من النيابة العامة باش ينتقلوا على وجه السرعة لتما، جاو حاوطوا ديك الدنيا، تقريبا داروا واحد المساحة ديال الحزام الأصفر كبيرة على ديك البلاصة اللي لقاو فيها عبد الصمد مقتول، على الله وعسى تبان ليهم ولا لقاو شي حاجة ولا هادي، لدرجة أن البلاصة اللي كانوا مسرح الجريمة اللي كانوا تيبحثوا فيه في ديك اللحظات في ديك الشي تقريبا في حسب المحاضر يعني ما يزيد على واحد 4 السوايع، وهما تيقلبوا الشبر في الشبر ربما يلقاو شي حاجة تساعدهم. شكون اللي قتل هذا عبد الصمد هذا اللي أصلًا خايب وما تيسواش وقبيح وداير العيب مع الكبير والصغير ومع الديال عباد الله. والمشكل هنايا فين كاين؟ أن المشكل هنا هو هذا عبد الصمد هذا راه ضارب فلان ومفلّق فلان وضارب فلان وهذا داير به شهادة طبية، هذا داعيه، هذا داير به شكاية، هادي واخا محيدين ولكن هاد الناس كاينين. يعني هذا عبد الصمد شكون اللي قتلو؟ واش هذا اللي داير به شكاية، واش هذا اللي داير به سميتو؟ المهم جا يعني التشريع القضائي شاف ديك الدنيا، خداو البصمات، خداو التصاور، خداو هادي وهزّوا الجثة يعني لمستودع الأموات باش الطبيب الشرعي يقول التقرير ديالو، باش ما نرجعوش للطبيب الشرعي الذي يقول التقرير ديالو. الطبيب الشرعي شنو تيقول في الحالة ديال هاد الضحية ولا في الحالة ديال هاد الجريمة ديال عبد الصمد؟ تيقول أول حاجة بأن عبد الصمد تقتل ما بين 4 ل5 ديال الصباح، هادي أول حاجة. تاني حاجة تيقول لهم بأن عبد الصمد كان في حالة سكر، يعني كان شارب. وتالت حاجة تيقول لهم بأن الضربات اللي كانت في الراس ديالو في الجمجمة هي اللي أدت للوفاة ديالو ولا القتل ديالو. هادو هما يعني النقط الأساسية اللي جا بهم التقرير ديال الطبيب الشرعي في القضية ولا في الجثة ديال عبد الصمد. هنايا لابيجي غادي يبدا التحقيق. لابيجي في نظريتكم إخواني الأخوات المتبعين الكرام مع من تبدا التحقيق؟ تبدا التحقيق مع آخر وحدين كان عندهم معاهم مشكل، هو يوسف. واخا هاد يوسف اللي ضربو فينا هو؟ يوسف أسيدي راه في الإنعاش، راه منين تضرب راه باقي في الإنعاش، ما فاقش لا سيدي ما فاقش. هاد يوسف هذا عنده خوتو عنده يا سيدي عنده خوتو عنده ولاد عمامو عنده ولاد عمتو، واخا جيبوا لنا هادو كاملين الله يستر عليكم بالأولين نبداو معاهم. عيطوا ليهم استدعاهم جابوهم. هاد خوت يوسف أصلًا ما عندهمش مع الكورة كاع، هُما تيتفرجوا في كورة، وكان خو واحد اللي كان معاه اللي كان تما ولكن ما كانش جا في القهوة، كان يعني غير في الفيلاج، يعني الوقيتة اللي تضرب يوسف ما كانش معاه، غير سمع عاد جا تيجري تماكين ما لقى لا عبد الصمد، ويوسف لقاه داوه للسبيطار. ما عليناش. الطبيب الشرعي هنا شنو تيقول؟ الطبيب الشرعي تيقول بأن الحالة ولا الجثة ولا الضحية اللي هو عبد الصمد توفى ولا تقتل ما بين 4 و5 الصباح. يعني هاد الناس كاملين اللي غادي يحققوا معاهم الجدرمية ولا لابيجي ديال الجدرمية غادي يحققوا معاهم بواحد
في الوقيته هاد ما بين 4 ل5 الصباح قلنا فين كنتم. وهنا غادي يكون واحد التحقيق معمّق طويل غادي يدي بزاف ديال الوقت، لأن غادي يعمّقوا معاهم البحث، لأن داك الشيء كتير بزاف، لأن كاين الناس اللي دايرين به الشكايات، كاين الناس اللي دايرين به شواهد طبية، هذا فلّقني هنا، ضربني هنا، هذا ما حيد الشكاية، هذا تنازل لي، هذا هادي. يعني هاد الناس كاملين تيكونوا في المرمى ديال لابيجي، لأن كلهم تيكونوا متهمين. هي دابا الحاجة الأولى اللي كاينة هي هاد الناس ديال البارح، ديال آخر ما كاين. لأن شوف، حسب يعني علم الجريمة ولا في يعني في الناس في التحقيقات ولا في المحققين في لابيجي، راه أول حاجة ملي تطيح الجريمة، أول حاجة تيسولوا فيها هاد السيد اللي مات شنو هي آخر حاجة دار ومع من تلاقى وشكون اللي سميتو. هنايا هي يوسف ولا العائلة ديالو، عيطوا لهادو كاملين يبداو معاهم التحقيق. هاد خوت يوسف، ولاد عمام ولاد عماتو تقريبا كلشي مجوج. يعيطوا الأول دخل، دخل أسيدي، قول لي الناس الله يجازيك بخير أول حاجة وآخر حاجة. أنت تتعرف عبد الصمد؟ أييه تنعرفو. سمعتي الأخبار؟ أييه عرفناه سيدي. يوسف فينا هو؟ راه ولدنا في الإنعاش. أييه مرحبا. قول لي ما بين 4 و5 ديال الصباح فين كنتِ؟ كنت أسيدي أنا في الدار ناعس. واخا خدام؟ أييه خدام. عايشة تفيق؟ تنفيق أخويا حتى ل7 8 الصباح عاد تنفيق عاد تمشي لخدمتي. راه جينا مسخسخين من السبيطار، دخلنا نعسنا حتى ل7 8 الصباح. واخا ما عليناش. عيطوا لنا الثاني نافس الهضره تيقول اسيدي 4 5 الصباح حنا كنا ناعسين. هادو اللي مجوجين عيطوا لنا لعيالاتهم باش يثبتوا. لان شوف هنايا خصك الدليل القاطع بان 4 ل5 الصباح كنتي ناعس. الا ما كانش الدليل القاطع راك في تتولي في مرمى الحجر ديال لابيجي بانك متهم والمتهم يعني اتهام قوي لانك ما كنتيش. ولكن الا كان الدليل بانك كنتي، يعني في هذيك 4 ل5 الصباح ما كنتيش في الوقيته اللي مات فيها عبد الصمد، راك بريء. ما عندك ما عند لابيجي ما دير بك. ما عليناش بداو مع هاد الناس هادو هما الاولين. زيد انت زيد انت زيد انت زيد انت يحقوا البحث. زيد انت زيد انت والو. ما خرجوا معاهم بحتى شي حاجه. كلهم عندهم الدليل القاطع. عيالاتهم تيقولوا بان، واللي ما عندوش مرا مو وباه تيقول له ودي السيد راه كان سميتو راه كان ناعس. ما جاو ديك الساعه مع ديك الوقيته اللي تفرتكت الدنيا وداو مشاو مع يوسف للسبيطار وداك الشيء. رجعوا الناس مسخسخه هادي، بقى فيهم خوهم يوسف ولا ولدهم يوسف ولا ولد عمهم ولا هادي، ومشاو نعسوا بحالاتهم. وكاين اللي ناض في 7 الصباح ولا 8 نايضين باش يمشيو لخداميهم. هادشي اللي كاين. هنايا العائلة ديال يوسف ما دايرين لا بيديهم لا برجليهم، كلهم خرجوا. هنا فين غادي ينتقلوا لابيجي؟ غادي ينتقلوا للناس اللي دايرين به الشكايات. وهنا فين كاين المشكل، لان الناس اللي كانوا دايرين به الشكايات كثيره، كان تيتعدى على بزاف ديال الناس، كان تيضرب بزاف ديال الناس اللي تلاقى معاه، اللي هادي عطيني هادي نضربك، عطيني هادي وكانوا الناس دايرين بواحد الوقيته بوجه خوتو، لأن عنده 7 الخوت اللي عمرها دار. ووقيته كانوا خوتو تيرغبوا الناس وتيزوقوا فيهم وتيتنازلوا هادي. ولكن واحد الوقيته خوتو سمحوا فيه صافي طلع ليهم داك الشيء في راسهم. حتى الوقيته كاع الوقيته اللي مات علموا كاين شي وحدين في خوتو هما 7، وكاين وحدين كاع قال لي مات الله يعاونو دبر راسو، قتلوه يدبر راسو الله يعاونو ويتحمل مسؤوليته. يعني ما صافي طلع ليهم في الراس ديالهم هذاك خوهم عبد الصمد صلاة على النبي. دبّر راسو مات ولا قتلوه ولا يقتل دبّر راسو. حنا ما بقينا. كانوا الناس يديروا بوجهنا حنا حشمنا مع الناس هذه في هذا الفيلاج. الله يعاوننا يعاونو الله يسهل عليه. يموت يجلس يدبّر راسو. هنايا من ضمن هاد الناس كامل اللي كانوا دايرين به الشكاية كانت واحد المرا وبنتها. هاد المرا وبنتها حتى هي كانوا دايرين به الشكاية. كان حقر عليهم وكان قبيح معاهم، كان تيدخل عليهم حتى للدار. ما هي مرة ما هي جوج ما هي ثلاثة، وكانت تدير به الشكاية. ولكن مسكينة كانت تتنازل. علاش؟ لأن اللي كان تيهددها هي وبنتها. دابا هاد بنتها في هاد الوقيته راه مجوجة، دابا تزوجات بنتها، وكان تيهددهم تيقول لهم شوفوا راه غادي ديكلاريو بيا هادي وغادي تدخلوني للحبس، غنمشي للحبس وغادي نجلس نرتاح مع راسي وغادي نخرج لكم نيشان. انا مسكينه كانت تدير شي داك الشيء، وليني تمشي تتنازل لانها تخاف. وكان تيتعدى عليهم بزاف وتيهجم عليهم للدار وهادي بزاف بزاف د المرات، ما هي مره ما هي جوج. بداو تيعيطوا حتى هي اللي يعيطوا ليها. واحد فيهم نيت عيطوا ليه سولوه
أسيدي درتي شكاية مع الصمد، يا سيدي علاش درتيه؟ قال طلب مني 50 درهم، زيد، ما عنديش ما عطيتش وزيد، ضربني بقرعة، فين ضربك؟ ضربني هنا للراس، زيد ومن بعد اش درتي؟ درت شكاية، درتي شكاية وتنازلتي، تنازلتي باش يبقى قدامك باش تنتقم منه ياك وتقتلو على لا سيدي أنا درويش ما نقتل ما بيني وما بين حتى حد، أنا درت تنازل لأن خايف منه ما باغي يصدع ما باغي محاكم لابيجي خصها دير جميع الأساليب وجميع الطرق وجميع هذه باش تحدد ربما شي واحد ولا شي حد يعني يبان عليه الدليل ولا يعطيهم غير راس الخيط باش يعرفوا بان راه قتلوه، ويعني من ضمن المتهمين يعني الرئيس اللي تيكونوا هما هاد الناس هادو اللي داروا بشكايات وتنازلوا، ربما تنادم معاهم الحال، ربما شي واحد بغى ينتقم، ربما هادي ربما هادي، لهاد السبب هذا بالضبط تيمشيو بهاد الاساليب وبهاد الطرق باش يعرفوا اكزاكتومون واش كاين شي واحد عنده دخل في الوفاة ديال عبد الصمد والّا ما عندوش. هنايا كاع هادو اللي تيحققوا معاهم والو، ما هي هُما يدوروا بهم ما كاينش، يعني حتى الشاف د لابيجي ولا اللي شاد الدوسي يعني الشاف د لابيجي يعني راه كاين حيثيات حتى هو تيعرف بزاف ديال الأمور، الخبايا، عارف يعني بنادم موجهو من الاعترافات ديالو عارف بأن اللي يقدر يدير، اللي يقدر ما يدير هو عارف هذا يدير هذا ما يديرش هذا هادي، ولكن واخا هكذاك تيبقى يعني باش يبيستي جميع لي بيست اللي عنده، ولكن لحد الساعة ها هو استوفى لي بيست تقريبا كلشي، ها هو يعني العائلة ديال يوسف حيدهم، الناس اللي مداعيين اللي مشاكين به اللي هادي اللي هادي بليز أو موان حيدهم، شكون اللي بقى ليه هنايا؟ بقات ليه المرا وبنتها هما اللي بقاو ليه، عيط ليهم، أول حاجة قال ليها مراد ولدك، قالت له أودي أنا مراد ولدي راه 12 عام هادي هو في الصبليون. أنتِ كان تيتعدى عليك هاد السيد، أييه، واخا ملي كان تيتعدى عليك، كان تيتعدى عليك بوحدك والّا مع بنتك؟ قالت ليه لا مع بنتي، ديك الساعة ملي كانت معايا منين تزوجت راه مشات بحالها لدارها، دار راجلها، واخا أنتِ كنتِ ساكنة في هاد البلاصة هادي، أييه، ودابا فين وليتي ساكنة؟ قالت ليه ولدي مراد شرا ليا واحد الدار أخرى هي فين ساكنة، وكان تيتعدى عليك في الدار القديمة والّا في الدار الجديدة؟ قالت لي كان تيتعدى علينا فيهم بجوج. ومنين تديري ليه فين شكيتي به؟ هي شكيت به أسيدي، فين شكيتي به؟ شكيت به عند القايد وعند الجدرمية، واخا. هو دابا شاف لابيجي عارف بأن هاد واش دابا هاد المرا غادي تقتل هاد عبد الصمد ما يمكنش تقتلو، وما يمكنش ولكني تيحاول يعرف بزاف ديال الأمور والخبايا لأن نشوف الناس ديال لابيجي ما تيستثنيو حتى شي فرضية من التحقيق، أي حاجة تقدر تديهم أي بيس تقدر ديهم يعني للجاني خصهم يتبعوها، ما عليناش، عيطوا لبنتها، كان تيتهدى عليك يا سيدي كان تيتهدى عليا أنا وأمي ولكني لقيتي تزوجتي راجلك لا راجلي ما في راسو والو، راجلك ما في راسو حتى شي حاجة، لا راجلي ما في راسيش بقيت اللي تزوجت مابقاش أنا تي تي يبعد مني ولكن بقى عند ماما تيتبع ماما ولا يدخل عندها ولا هادي ولا هادي وتشكينا منه وعاود تشكينا منه ولكن راجلي ما في خباروش، راجلك ما في خباروش قالت لي عمر راجلك في خباري، عيطوا لراجلها واخا ما في خباروش عيطوا ليه، ها هو كاع السيد ما كانش في راسو بأنه يتعدى عليهم وتتهجم عليهم، ها هو ولات في راسو، المهم داكشي باش قلت لكم طوال التحقيق هنايا شوية، لأن الشكايات اللي دايرين هاد الناس بهاد السيد هذا بزاف، ما هي واحد ما هي جوج ما هي ثلاثة ما هي ربعة ما هي خمسة ما هي ستة، خصهم يحققوا معاهم كاملين ويعمقوا معاهم البحث ويعمقوا معاهم التحقيق، على الله وعسى يوصلوا للجاني ولا يوصلوا لشي دليل ولا شي حاجة. هنايا تقريبا باش داز 10 أيام، باش داز 10 أيام على الحادثة ديال يوسف، ناض من الغيبوبة. وهاد يوسف هذا دابا راه عنده ولاد وهادي يعني ديك الساعة كان عنده ولد، وهاد يوسف هذا عنده واحد الضربة سبحان الله العظيم كانت خايبة في الجمجمة اللور ديالو، يعني واخا تكون الحرارة ولا تكون 50 درجة د الحرارة الطبيب خصو ديما يلبس كاسكيطة، ديما تلقى يوسف بالكاسكيطة ديالو، ديما. هاد يوسف مسكين لقيتيه اللي فاق من الغيبوبة لقى صاحب دعوتو تقتل مات، فين اللي طلع طاح، وشوف سبحان الله العظيم راه كيما تيقول لك
ما تعدّاش على الناس لأن علاش، شتا في الكنازة ديالو مشاو مع الناس، لأن الناس ديال الفيلاج ناس مسامحين وكاين اللي مشاو ولا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله العظيم، كاين مشاو مع الناس وكاين اللي طلب ليه مغفرة وكاين اللي طلب هذاك الشيء علاش تيقول القرآن الكريم: "اذكروا أمواتكم بالخير." يعني اللي عطا الله داك الشيء بينه وبين الله يتحاسب عليه، واخا آذى الناس بزاف واخا هادي، في آخر المطاف هو مشاو مع الناس في الجنازة ودفنوه وهادي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هنايا داك الشيء باش نقول لكم يعني القضية طوالت شوية وداك الشيء، لابيجي صافي استوفات زعما صافي يعني تيبداو يعني التحقيق 1، 2، 3، 4 طارين، 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 طارين في التحقيق حتى تيوصلوا للطوب عاوتاني تينزلوا أزيرو. داك الشيء باش هاد الدوسي هذا وباش هاد الملف هذا يعني دا ليهم شوية ديال الوقت. هنايا فين غادي نرجعوا؟ وأنا خليته هنايا هو الآخر، نرجعوا لمول السبوع. مول السبوع لأن مول السبوع ربما داك عبد الصمد شنو دار؟ عبد الصمد الوقيته اللي كانوا جاو المخازنين تيقلبوا عليه وهرب، مشى بحالاتو، هرب، يعني دازت الوقيته وداز هذيك يعني ديك الساعة راه يعني بادي الماتش يعني يقول شي 9 11 الليل ولا هادي، وراها مشى وقيلة طلع لديك الدار المحل ديالو ولا داك الشي، وقلّب على الشراب وشرب ونزل عند مول السبوع، طلب ليه الماكلة وعطاه التفصيل، لأن ديك التفصيل راه عند لابيجي. علاش خليته ما قلتهاش في الأول؟ باش نبدا دابا مع مول السبوع، لأن مول السبوع على حسب الأقوال ديالو شنو تيقول؟ تيقول بأن عبد الصمد جا لعندي ملي بقات 12 الليل ولا هادي، جا لعندي وطلب ليا الماكلة وأنا عندي السبوع يلاه قد دايرة أنا وفلان وفلتلان والعائلة وهادي وهادي، وعطيتو الماكلة ومشى بحالاتو بالتفصيل، لأن التفصيل لقاوه لابيجي محطوط حدا الجثة، وهاد السيد هذا مول مسكين تكرفص، لأن بقى طالع هابط، طالع هابط، طالع هابط، ما تكرفص مسكين مزيان. علاش؟ لأن كيف ما قلنا في الأول وفي جميع يعني في جميع الدول، في جميع الأجهزة الأمنية، ملي تتوقع الجريمة راه أي يعني الحاجة الوحيدة اللي تينتبهوا ليها ولا الحاجة الوحيدة اللي تيركزوا عليها هي ديك الجاني اللي ديك الضحية اللي مات، آخر بلاصة مشى ليها وآخر واحد تلاقى معاه. وهنايا كان هو ديك مول السابع، لأن شنو تيقولوا إلا زقا الجريمة الجريمة مشبطة فيه يعني معلقة فيه، واخا هو ما دير والو ولا دير الجريمة متسابقة، لأن هو اش تيقول، هما اش تيقولوا ليه، تيقولوا ليه ودي جا لعندك عطيتيه الماكلة شمن لقيتها، لقيتها في الفلانية أنت آخر واحد شتيه، ربما سبك ربما عايرك وخليتيه حتى بعاد عليك ومشيتي قتلتيه ورجعتي جلستي مع الناس ديالك. بقى طالع هابط، طالع هابط، طالع هابط، طالع هابط، كل شوية معيطين لي لابيجي، لأن ما عندهمش حتى هُما ما عندهمش شي حاجة أخرى، جبطوا في هذا السيد هذا، هو تيقول لهم: "لا أودي أنا راه درويش وما عندي ما ندير بهذا الصداع وأنا جا عطيته الماكلة وعطيته التفصيل وهادي وهادي." عيطوا لدوك الناس اللي كانوا في ديك السابع، مسكين والناس هادي هي الفاميلا والعائلة والناس أقرابي ما عندوش حتى الناس بزاف، عيطوا لديك الناس حتى هُما استوجبوا بوهم، واش هاد السيد كان واش خرج السيد راه ما خرج جا عندو عبد الصمد وشفنا التوصيل خرج لعبد الصمد، ولكن السيد راه بقى معانا ما كانش وانين واخا هكذاك ربما نتوما تفلتوا تلفتوا ولا هادي هو مشى قضى الغرض، وبقاو التحقيقات بحال هكايا. هنايا بقى طالع وهابط كيما قلنا 4 شهور صافي، دازت على الموت ديال عبد الصمد 7 شهور بالضبط، 7 شهور، حتى لواحد النهار ما بيهم ما عليهم. هنايا ما في علم لا لابيجي لا الناس د الفيلاج لا خوت عبد الصمد لا العائلة د يوسف، جا واحد خينا تيغوت: أنا اللي قتلت عبد الصمد، سبحان الله العظيم، أنا اللي قتلت عبد الصمد، وفي من فين عند من مشى قالها، مشى لصق شبر في ديك القيد، ما مشى لا لابيجي ديال الجدرمية ما مشى، لصق في القيد: أنا اللي قتلت عبد الصمد. القايد تيقول له: أنت سير قول هذا الواش طلع سير الله يعاون يعاونك، وسير بحالك، واش تا هو شي راجل يقول قتلت، وسير أنا اللي والو، بقى لاصق أنا اللي قتلت عبد الصمد، وعيا مع هذيك القيد، وسير بحالك هذا الشيء راه كبير عليك. علاش؟ لأن الخينا هذا
في الفيلاج معروف عنده مرض نفسي، عنده مرض عقلي، يعني بحال سميتو بحال تيتسطا، تيشرب الدوايا، تيدخل سبيطار الأمراض العقلية، معروف تما كاين عنده مرض نفسي داخل خارج سبيطار الأمراض العقلية. يعني هذاك القايد قال هذا تيخربق، ما هذا ما شاربش الدوا ولا ما هادي وتيشرب الدوايات وداك الشيء، هذا ما شاربش الدوا وجاي يفضح لينا، ولكني هو لصق، أنا اللي قتلته، أنا كان عندي معاه حساب وتعرضت ليه وقتلته. تيقول لي القايد وفين كنتِ؟ كنت هارب، فين كنتِ هارب؟ كنت عند خالتي، لأن خالته حتى هي تتأكد قالت لهم كان عندي، كان عندي. لأن خالته ما عرفاش التواريخ بالضبط، الناس راكم عارفين ديال الناس كبار في الفيلاج وداك الشيء ما عارفينش التواريخ، كانت هي بعيدة عليهم شوية، ما عارفينش التواريخ بالضبط، تتقول لهم راه كان عندي، المهم خلاصة الأمر تتقول لهم كان عندي، ولكني هو شبّر تيقول لهم أنا اللي قتلته. هنايا القايد شاف حتى هي وهو يعلم لابيجي ديال الجدرمية، هنايا الجدرمية علموا الوكيل، الوكيل قال لهم اعتقلوه، لأن الاعتراف سيد الأدلة، سالينا. هنايا داوه الجدرمية، جاو داوه جلسوه، أنت اللي قتلتي؟ أنا اللي قتلت عبد الصمد. كيفاش قتلتي عبد الصمد؟ أنا تلقيت ليه وقتلته. واخا قتلتيه، فين كي درتي ليه؟ ضربته لراسو، ضربته لكرشو، ضربته هنايا لراسو، الجمجمة الراس اللور، هنايا القدام، هنايا وعينيه والظهر. داك الشي اللي تيقول ليهم صحيح 100%، هادوك الضربات اللي تيقول ليهم صحاح 100% ما فيهاش. ويلي هذا الشي يقول صافي، عمروا ليه المحضر، الاعتراف سيء الأدلة، دخلوه للبنيقة، دخل البنيقة الليل وبدا يغوت، جيبوا لي دوايا، والله تنقتل بحال اللي قتلت عبد الصمد، وعطيني الدوا ديالي وانا راضي وانا فدي وانا فعل. الجدرمية مشاو علموا العائلة ديالو، العائلة ديالو بغاو يحماقوا، ما في راسهم ما في علمهم، كيفاش اعترف كيفاش قتل، واش عارفين اش تقولوا السيد راه مريض، راه هادي راه مسطي، راه هادي ولا راه الشيخ القيد مقدّم كلشي تما تالف ما عارفين والو، جابوا ليه دواه، عائلته جاو دخلوا على الجدرمية قال لهم فسروا لينا كيفاش اعترف، كيفاش غير قولوا لنا داخل ما عرفوا واش كاين، كيفاش هذا اعترف وكيفاش قتل وفين وما يمكنش. هنايا العائلة ديالو ما عرفوش باش تبلاو، عطاوه ديك الدوا الجدرمية، المتهم ضرب الدوا مع راسو وتكا نعس مع راسو، خلى القيامة نايضة من وراه، شرب الدوا نعس مع راسو، دازت 48 ساعة، سالت الحراسة النظرية، طلعوه عند الوكيل، الوكيل دا وجاب معاه في الهضرة، دوزو للتحقيق، التحقيق شبروه، قول لينا قتلتي علاش قتلتي؟ قتلته، واخا قتلتيه وعلاش ما جيتيش الوقيته اللي قتلتيه؟ نقولوا أسيدي أنبك الضمير وهادي، ولكن علاش ما جيتيش في الوقيته اللي قتلتيه قلتي أنا قتلته وهادي وهادي وفضينا سالينا، لأن علاش؟ لأن التحقيق خصو يعرف كيفاش علاش قتلوه، واش هي كيفاش قتلوه، جا وقال أنا قتلته. هنايا قضية التحقيق خصو يبدا يسولو يبحث معاه يشوف علاش كيفاش جلستي 7 شهور عاد جيتي هادي، راه ما يمكنش، راه شي حاجة كاينة، وشي حاجة خصو يجبد منه شي حاجة اللي تبت. ها هو قال أنا قتلت، صافي أنا قلت أنت قتلتي، شدوك دوز، بقى طالع هو معاه في التحقيقات، بقى تقريبا ما يزيد على واحد 3 شهور هو في الحبس، تحقيق، حبس والتحقيق، الحبس والتحقيق، والو، لصق في أنا قتلته، أنا اللي قتلت عبد الصمد، والسيد مريض، الهواس، وتياكل الدوا، تينعس حتى لواحد النهار، واحد النهار مو ما تمشي لا عند قيد لا عند جدرمية، غادي تهبط عند الوكيل للمدينة، نعم لالا، أنا سيدي مت الولد اللي اعترف بأنه قتل عبد الصمد، يا لالا بغيت سيدي تصوبي لي شي تصريحات، دير اش تصريحات على شنو عندك شنو بغيتي تقول. أنا سيدي داك الولد راه هو في الحبس، وريني داك الولد ديالي سيدي راه مسطي، راه حمق، راه تيشرب الدوا وكان في السبيطار، وريني راه مابقى ما نخبي سيدي، راه النهار اللي جا اعترف فيه راه جاب ليا الفلوس، هادوك الفلوس اسيدي راه ما عنده منين يجيبهم، بغيتكم الله يجازيكم بخير اسيدي تبحثوا منين جاب ديك الفلوس، ولدي كان في السبيطار وهادي، وريني ما عرفتوش منين يجيب هاديك الفلوس كاملة وما عندوش منين يجيبهم أصلًا. اللي قلنا، هنا بانت بأن السيد جاب فلوس، قضية التحقيق خصو يبحث منين جاب هاد الفلوس هادو، دابا تزاد تحقيق على تحقيق،
دابا ما بقاش عندنا قتل ولا ما قتلش، خصنا دابا نعرفوا هاد الفلوس اللي مو تتقول جابهم ليها، ولكن الناس الشريفة تتقولي فلوس، راه ماشي تتقولي لنا الفلوس هكا صافي راه كاينين الفلوس، لا فين هما الفلوس؟ خصنا نمشيو معاك ونجيبوا هاد الفلوس، ها المحجوز أسيدي ها هو، صافي جابوا الفلوس. هنايا تعطات الأوامر لابيجي باش عاوتاني يحققوا معاه ويجبدوا معاه التحقيق على قضية ديال الفلوس، منين جاب لينا سيدي هاد الفلوس. هنايا لابيجي والشيف ديال لابيجي بالضبط علم وعطى الأوامر ديالو الصارمة باش يتفتح عاوتاني هاد الدوسي ديال هاد الفلوس هذا، وتبقى في سرية تامة ونعرفوا شنو كاين بالضبط. هنا شنو غادي يوقع؟ هنا الشاف ديال لابيجي غادي يخدم ذكي وذكي بزاف، لأن علاش؟ لأن الوقيته اللي جات مو وجا خوتو هادي جابوا ليه الشواهد الطبية، أسيدي هذا ها هو تياكل الدوا وكان في السبيطار وهادي 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 وهادي. شاف لابيجي اش غادي يدير؟ غادي يمشي نيشان عند الطبيب ديالو. الطبيب ديالو فين كاين؟ في مستشفى الأمراض العقلية. السلام عليكم السلام، الله يجازيك بخير دكتور، هاد السيد هذا هاد الشواهد، الدكتور شاف الشواهد تعرف على الشواهد ديالو، إي يا سيدي عرف الحالة، إي يا سيدي هذا راه تيداوى هادي راه تيشرب الدوا وعنده مسكنات وعنده ليباري وهادي. واخا الله يجازيك بخير اسيدي، قول لينا سي دكتور الله يستر عليك شنو هي آخر مدة جا عندك فيها هاد السيد هذا؟ واخا. الدكتور بدا تيبحث في البيسي ديالو هادي وفي الروجيسترات وهادي ويقلب هنا ويقلب. هاد السيد هذا راه كان عندي من إلى، من إلى، ها هو عندي هنا مضبوط أسيدي، كان ناعس تيشرب الدوا وهادي. شافت لابيجي منين عطاه التاريخ اش يتبين ليه؟ يتبين ليه بأن التاريخ اللي عطاه الدكتور هو نفس التاريخ اللي ليلة السبت يصبح فيها الحد اللي الضحية مات فيها وتقتل. يعني هاد خينا هذا راه ما يمكنش يكون قتل، وهو كان ناعس تحت الرعاية الطبية وشارب الدوا وناعس وعنده ليباري مسكنات تينعسوه باش يرخيوه، لأنه تيشرب الدوا اللي هو قاصح ويكون مشى قتل امبوسيبل ما يمكنش امبوسيبل. يعني هنا بانت كاينة شي حاجة، يعني هنايا مادام أن شاف لابيجي اش يقول؟ تيقول بأن مادام أنه جا تيقول أنا قتلت وعنده هاد الفلوس هادو يعني بان القاتل، لأن هو عطاه ربما هاد القاتل هذا عطاه الفلوس وقال ليه سير اعترف ولا هادي ولا هادي. هنا غادي نعرفوا كلشي بالضبط شنو وقع. هنايا شاف لابيجي هادي يمشي لعندو، لأن علاش؟ لأن قضية التحقيق ها هو بانت البراءة ديالو، ها هو كان ناعس ولأنها بانت البراءة ديالك سير أسيدي الله يعاوننا ما يمكنش. يعني كاين شي حد اللي عطا هاد الفلوس، يعني باين القاتل، كاين قاتل دابا بان، ولكن خصنا نعرفوا شكون. شافت لابيجي هادي يمشي لعندو للحبس باش يبدا معاه التحقيق من جديد. بداو تيرغبوا فيه يزوقوا فيه الله يجازيك بخير قول لينا راه هذا شي بؤبد انت ما درتي حتى شي حاجه، ها هو الطبيب ديالك تيقول كنتي ناعس والو، هو والو ما كاينش، انا اللي قتلت عبد الصمد. او يغوت وهادي حتى تيعطيوه الدواء عاوتاني ويبرد ويجلس الارض. هنايا راه كاين دابا جوج ديال القضيات، كاين قضيه تحقيق، يعني راه بامكان قضيه التحقيق انه هو يشبر هذا الملف عاوتاني ديال الفلوس ويجلس ويتبع معاه حتى تبان الحقيقه. ولكن الأوامر اللي تعطات من النيابة العامة بأن لابيجي عاوتاني هي اللي خاصها تحقق معاه في القضية ديال الفلوس اللي جابت يماه ومنين جابت هاد الفلوس وكيفاش هو تعطاو هاد الفلوس، يعني هو خصو يعرف هاد الشاف د لابيجي باش يعني عاد يوصل للخبراء لقاضي التحقيق ها الملف واجد عندنا جيبوا لنا شكون اللي عطا الفلوس لهاد السيد، لأن بان دابا تعطاو فلوس. هنا خصنا نعرفوا شنو كاين. هنايا الشاف د لابيجي عاوتاني غادي يستعان بالطبيب ديالو، غادي يمشي لعندو. السلام عليكم دكتور، دكتور الله يجازيك بخير تعاون معنا، بغينا نعرفوا الحقيقة في هذا البحث اللي دايرين مع هذا السيد هذا اللي مريض، لأن بانت شي حوايج شنو بان، وبغينا نعرفوا راه شنو هي الحاجة اللي تخليه أنه يهضر ويشرح لينا ولا يعترف لينا بالحوايج كيفاش خدا هاد الفلوس هادو ولا كيفاش تعطى هاد الفلوس ولا شكون اللي عطاه هاد الفلوس ولا هادي. خصنا نعرفوا كيفاش، وأنت دكتور السبيل ديالنا الوحيد باش نعرفوا بالطريقة ديالك ولا كيفاش عطينا شي حاجة طبية ولا شي حاجة باش نعرفوا من هاد المريض هذا كيفاش وقع وكيفاش طرا. هنايا الطبيب شنو غادي يقول لهم؟ يقول لهم شوف شي الوقيته اللي تنعطيوه الدوا
تيطرخا وتيبراد، يعني قال ليه: "أنت الوقيته اللي تتهضر معاه ديك الساعة بالجدية، هو بالنسبة ليه راه عادي، ما تيسوّقش لك، ما تيهضرش معاك بجدية ولا هادي، ولكني نقدروا إلا نقصنا ليه شوية الدوا من هذا وشوية الدوا من هذا، بحال نخليوه يشعشع ويحل عينيه ويفيق ويهضر معاكم ويتعصب ويغلغل ويقول إلا كاين شي حاجة يقدر يقولها، إلا ماشي باش نقدر نساعدكم." تعطات الأوامر عليا وأوامر على القرص، بأن يتنقّص ليه من الدوا الفلاني، أوامر تعطات للحبس بأنه يتنقّص ليه من الدوا الفلاني في الدوا الفلاني، تعطات الأوامر في ديك الأيامات نقصوا ليه الدوا، السيد نقصوا ليه الدوا. سبحانك يا مبدل الأحوال، شوف سبحان الله العظيم، لله في خلقه شؤون، سبحان الله العظيم، واخا هاد الشي راه علميًا، ولكن راه لا إله إلا محمد رسول الله. حق ما تيقول لك الروح عزيزة عند الله، واخا هذاك كان خايب وكان قبيح وكان هادي وكان هادي وكان هادي وكان هادي، ولكن ديما تتبقى الروح عزيزة عند الله. هاد خينا منين نقصوا ليه الدوا شعشع وفاق وبدا تيغوت، تيغوت في الحبس. اش تيغوت، اش تيقول؟ موراد، اسبانيا، موراد، فلوس، اسبانيا، موراد، انا ندير موراد. هنايا لابيجي جابوه، هنا يعترف لهم بكلشي، يحط لهم كلشي، سبحان الله العظيم. شكون هو هذا مراد؟ شكون؟ مراد عطاني فلوس، اسبانيا غادي نحرق، غادي نفعل، غادي ندير. هاد مراد هذا هو الولد ديال ديك السيدة هي وبنتها اللي كان تيتهجم عليهم عبد الصمد ويدخل عليهم وكان عنده مشاكل كثيرة معاهم وكل مرة مهجم عليهم لأنهم هي الوليات وهذه ولدها اللي في اسبانيا. ولكن الوقيته اللي جابوها قال لها ولدك مراد، قلت لهم في اسبانيا 12 عام هذه. بقى هاد مراد روشيرشي عند لابيجي. هو منين بدا تيعترف، يعني دابا حنا مراد ها هو عرفناه قاتل، ولكن ها مراد قاتل فين هو؟ خصو يجي، خصنا نجيبوه، هو ما كاينش. منين بدا تيعترف ليهم، قال لهم الفلوس عطاهم ليا واحد آخر. شكون هو هذا اللي عطاك الفلوس؟ فلان فرتلان. هاد فلان فرتلان معروف، يعني مراد ها مصيفط. واخا، ولكني علاش اختاروك أنت؟ علاش أنت اللي تختاريتي؟ علاش ما اختاروش فلان وفرتلان وفرتلان وفرتلان؟ أجي اسمعوا ليا المشاهدين الكرام، اللي عارف واللي دايز في محاكم وداك الشيء هادي يعرف، واللي ما عرفش اسمع وتصنت. علاش اختاروه هو بالضبط وما اختاروش واحد آخر؟ لأنه هو مريض نفساني، عنده مرض نفسي، يعني بحال نقولوا حنا تنقولوا بالدارجة حمق، لأن هذا عنده الوراق ديال الحمق، عنده الوراق، يعني تقريبًا يجي هنا في القانون المسؤولية الجنائية تطيح عليه، ولا كاع حكموا عليه ولا هادي ولا هادي ولا هادي، 4 سنين 5 سنين ماكسيموم هادشي اللي كاين، غادي يضربه ويخرج بحالاتو. هنا علاش اختاروا هذا بالضبط؟ لأن هنايا شنو تيوقع؟ لأن في قانون، لأن هاد السيد هذا غير مسؤول على المسائل اللي تيدير، لأنه تيشرب الدوا وعنده الطبيب وعنده هادي وعنده الوراق، وماشي أول مرة، ماشي العام الأول، ماشي العام الثاني، يعني مضبوط هاد الشي هذا، هذا القانون. هنايا لابيجي خدمات مزيان، لو كان ما عرفوش هذا وما تبتوش عليه وهادي واعترفوا هادي وهادي، كون راه صافي، كون راه خرجوا منا سالمين غانمين. يعني اللي قتل عبد الصمد الله يعاون، هذا كاع شحال يحكم عليه كاع، واخا نقولوا كاع يحكم عليه القاضي، شحال يحكم عليه؟ 3 سنين 4 سنين في مستشفى الأمراض العقلية ويخرج بحالاته كاع. ولكني بالذكاء ديال لابيجي وديال هادي استطاعوا أنه يعترف لهم هاد مراد هاد خينا اللي معاه. ولكن المشكل فين بقى؟ بأن هذا منين ناض البحث عليه، اللي عرفوه هادي وهادي وهادي وشكون هو وفين تيسكن وفين هادي وفين هادي، لقاو بأنه حتى هو كاين في الإسبان، حتى هو في إسبانيا مع مراد. وديك الساعة يلاه كيديروا يجيبوا هاد مراد واللي معاه، لأن ديك الساعة ما كانش عطيني المجرم ديالك نعطيك المجرم ديالي، كان تبادل بحال هكا بحال اللي كاين دابا. يعني باغا الاتفاقية باقا ما مسينياش ديك الساعة ديال ما بين المغرب وإسبانيا على أساس أنهم يتبادلوا المجرمين ولا هادي ولا شي وقع ولا هادي بالنسبة لأي واحد ريشيرشي هادشي ما كانش. هنايا شنو غادي يوقع؟ خصهم يتسناو يشد هاد مراد واللي معاه.
هادشي اللي خصهم ولكن مراد واش غيدخل المغرب؟ ما غيدخلش، ساق الخبار هادي بنادم قاتل روحه واش من داخل المغرب ما غاديش يدخل. بقاو هذاك المتهم المسطي حكمت عليه المحكمة وشاية كاذبة وتمويل عدالة وهذه ما عرفتش شي 8 شهور ولا عام ولا عامين ولا عام ونص يقضيها في سبيطار الأمراض العقلية وخرج بحالته. هنا سالينا. هذاك مول السبوع خرج بحالته براءة لأن بان القاتل شكون. صافي الله يعاونك، لأن كنت هو متهم حقيقي. يعني هنايا بدات تتوضح الأمور. شنو خصنا؟ خصنا حاجة وحدة اللي هي هذا مراد يجي هو وهذاك اللي معاه. الفلوس تحجزو داهم مخزن الدولة. صافي بقاو مراد. واحد النهار مراد يهبط للسبتة. علاش غادي يهبط للسبتة؟ لأن في ديك الوقيتة الناس اللي تيكونوا في لإسبان روشيرشي ولا هادي ولا هادي اش يديروا؟ تيهبطوا للسبتة لأن الناس ديال الشمال عندهم باسبور تيقدروا يدخلوا به للسبتة، ما يقدروش يمشيو به لإسبان لأن لإسبان خصهم فيزا، ولكن تيقدروا يمشيو به للسبتة. اتصل بهم مراد، صوبوا الباسبور لمو، خصو هادي عندها الباسبور، الراجل خصو عنده الباسبور، تيمشيو يطلّعوا عليه، يجلسوا معاه. أي واحد بحال كان بحال سوا ديزون بحال هكا تيتلاقاو في السبتة ديك الساعة في ديك الوقيتة، يجلسوا معاه يهضروا معاه. مراد قرر أنه يجلس واحد 10 أيام ولا 15 يوم في السبتة. يعني مراد فين كاين؟ كاين دابا في السبتة. هنايا مراد في هذاك النهار وكان الصيف، في الصباح مشى لواحد البار، بدا تيشرب، تيشرب في الصباح، كيناض مشى للبار تيشرب، فطر ومشى يشرب. مراد وصلت 12 النهار باقي تيشرب، الوحدة د النهار باقي تيشرب، العشية مراد باقي تيشرب. مراد تخلخل سكر، داخ ليه الراس مزيان وبدا يغوت. وانا والله تنعمل، انا والله المغرب تندخل ليه، انا هادي، انا فعل الترك هادي، وانا هاديك شي ادينا هذا. سكر مراد ما بقى قفل من هادي من هادي اش يقول اش يفعل واش يترك ويغوت. انا والله تتعرفوني والله المغرب تندخل. مراد الوقيته اللي حل عينيه وفطن، يعني فاق من القلبة، حل عينيه بحال هكا ووعى وعرف راسو تيشوف، لقى راسو في الكوميسارية ديال كاسيخو. يعني مراد دخل للديوانة وشبروه، حبسوه، اجي يا فلان عليك تنقلبو، انت قاتل روح وهارب وهادي، زيد بسم الله. شوف، شوف شنو غادي يوقع. هاد مراد هذا كان باقي صغير وباه مات، خلى دمو ختو هو اللي خدام عليهم. مراد حفا وجاع ودماغ وخدم في البني، خدم في الفلاحة، خدم في المدينة، باع وشرا. المهم كانوا عايشين في واحد الدار، تنقولوا من ديك الدار اللي اليوم طيح غدا طيح، وخلاهم باهم فقراء مساكن. هو اللي خدام على مو ختو، ويجيب ديك الصريف ويجيب هادي ويجيب هادي ويتقاتل هنا ويجيب هادي ويخدم هنا ويتقاتل هنا ويجيب. واحد النهار مراد اش دار واحد الطبلة ديال الحوت، دار الطبلة ديال الحوت تيبيع ويشري فيها في السوق تقريبا واحد، تيقول هو شي 20 يوم ولا 15 يوم، تيبيع خدام مزيان هذاك الحوت خدم ليه. واحد النهار جالس خدام وجا هاد عبد الصمد هذا، جا هاد عبد الصمد هذا شد ليه ديك الطاولة ديال الحوت هبطها ليه الأرض وبدا تينفس على ديك الحوت. مراد طلع ليه الزاف، طلع ليه الدم، دري باقي صغير، ما عنده الصداع، ما عنده ما يدير بالصداع، ما عنده ما يدير بهاد عبد الصمد. رد لقلبو حنا راسو وزاد. هنايا كيف ما قلنا هذاك الفيلاج قلنا على البحر، وديك الساعة كانوا يعني تيشارجيو في الفليك، تيشارجيو الحشيش وداك الشيء يمشي لإسبان، كانوا ديك الساعة تيشارجيو في الفليك. مراد سمع لأن الدراري ولاد الفيلاج هما اللي خدامين تما تيشارجيو. أنا شارجيت اليوم، راه شارجاو اليوم، راه شارجاو غدا، راه دبرت في 500 درهم، راه دبرت في 1000 درهم. يعني كانوا تيخلصوهم باش تيشارجيو معاهم وتزيد الفلوكة بحالتها. هنايا مراد بدا تيدير هاد الخدمة، تيهبط بالليل يشوفهم بداو يحملو تا هو ينزل يبدا يحمل معاهم ويدبر، ودبر على مصاريف، دبر على صريف مزيان، وبقى اليوم غدا يهبط بالليل وداك الشي تيتشارجا بالليل.
واحد النهار تيشارجي قبل ما يتخلّص تلاح مراد في الفلوكة مع الليل الظلام ما شافو حد، هاذوك اللي تيشارجيو زادو، الوقيتة اللي طلع النهار تيلقاو مراد في الفلوكة، مراد الله مراد اش دير مراد هنا وماماك غادي تجبد لنا الصداع ويماك غادي ديكلاري غتمشي للجدرمية لا ما تخافوش أنا قادر أنا راجل غادي نمشي نخدم، ما عندهم فين يرجعوه هازين داك الشي ما يمكنش يرجعوا به، عندهم حل واحد هي إسبانيا، غاديين إسبانيا، يلوحوه في إسبانيا. هنايا نزلوه في إسبانيا، هو ما عارفش هاذوك ولاد الحومة ديالو اللي تيشارجيو اللي داو الفلوكة وداك الشي، لاقاوه مع شي حد مراد تلاح في الإسبان، مشى صيفطوه لمدريد، هنا تيخدم، مراد جلس واحد السيمانة في واحد الحي ديك الساع سميتو بايكاس، أكفس حي في مدريد، فيه القتيلة ما كاينش، مراد ما قدش عليه جلس شي سيمانة وزاد بحالاتو، ما خلى حتى موضوع، دابا هاد بايكاس دابا اللي عايشين دابا في مدريد المغاربة تيقول لك دابا ما بقاتش كيف ما كانت. وراد ما خلى حتى قنت ما خلى سان سيباستيان ما خلى ساليغاس ما خلى مالاغا ما خلى حتى قنت في لاسبان. هنا مراد خدم، ما هو هنا هو هنا خدم في لاسبان مزيان، هو درويش ودار الفلوس، دار الفلوس مراد خدم مزيان وصيفط لمو الفلوس وشرى ليها الدار وهادي وتقاتل، كان خدام حيت هو درويش تيعرف. ولكن مراد الدراري تيصيفط معاهم فلوس وهادي وتيعرفوه وهادي شي يجيو يقولوا ليه، تيقولوا لي: "يا ودي عبد الصمد راه تيدخل على امك للدار وتيهجم عليهم وهادي وهادي." شوف سبحان الله العظيم، هنا عبد الصمد ديك الساعة ما عنده وراق، ما عندوش كيفاش يدير، تيسمع هاد الهضرة راه تكرفس دخل على امك دخل عبد الصمد بقى، حتى واحد النهار ديال الجمعة غادي يهبط عبد الصمد للمغرب، دابا دار وراقه، غادي يهبط هو مقرر غادي يهبط الجمعة، غيهبطوا معاه جوج ديال صحابو، هبطوا الجمعة هادوك جوج صحابو تفرجوا في الماتش، كلشي تفرج في الماتش، حتى هو تفرج الماتش في المدينة، ولكن هو مخبّع، هادوك جوج صحابو مشاو لديورهم، هو مخبّع، شوفوا واش هبطايل واش هادي المهم مخبّع نهار الجمعة باش يصبح السبت، السبت ملي كان الماتش هما تفرجوا الفيلاج، راكم شفتوا الروينة اللي ناضت فيه تقلب هذاك الماتش سفال علاه، يوسف مشى مسكين سميتو للسبيطار، هذاك عبد الصمد ضرب يوسف تقلبت الدنيا ما بقى لا ماتش لا حتى شي حاجة. هنايا اش غادي يديروا؟ هنايا عسّوا عليه في هذاك السبت، عسّوا عليه في ديك لابيست، حتى من الدار ديال الجديدة ديال مت مراد قريبة لديك لابيست، أمو ما شافتوش، ما مشاش لعندها، عسّوا عليه هُما ب3 هادوك جوج صحابو اللي نزلوا معاه وهو، الوقيتة اللي كان طالع عبد الصمد كان يلاه طالع بالعشا بديك التفصيل، ولا تعشى وراجع بديك التفصيل، المهم شدوه حطوا ديك التفصيل وبداو عليه ب3 بيهم، فرشخوه، عطاوه دكة ديال العصا، هنايا بقاو على داك عبد الصمد تنتقموا منه حتى قتلوه، سالينا، هنا زادو خلفه مع الطريق، ولكني شنو غادي يوقع؟ هادوك صحابو داك الشيء اشنو غادي يفتيو هذا الري على مراد، يقولوا له شوف راه شتي هاد القضية اللي وقعت وطرات وهاد الخيل هذا، راه شتي كون لقينا شي واحد حمق ومسطي راه يهزها راه ما يضرب فيها والو، عنده وراقي يحمق هادي الله يعاون الله يعاون، مراد سمع هاد الأخبار ويقول لهم كاين ولد فلان راه مسطي حمق تيشرب الدواتينة في السبيطار هادي، صيفط ليه واحد من هادوك اللي قتل نيت معاه صيفطوا ليه. علاش هذاك خينا بقى لاصق تيقول لهم انا اللي قتلت علاش انا اللي قتلت واخا، لان الوقيته اللي جاو لعندو رصاو معاه قالوا شوف انت راه غادي تخرج منا راه ما كاينش راه يصيفطوك غير السبيطار ديال الحمى واخا عام ولا عامين وتخرج بحالتك، صافي تبتوه. علاش بقى لاصق انا اللي قاتل؟ لانه قيدوه على اساس هو راه حمق، وفعلا هادشي اللي هو في بال ديالو هو راه حمق غادي يخرج لان راه تيشرب الدواء وحمق وكل شيء. شوف سبحان الله العظيم، هنايا مراد اعترف، لان علاش تيقول لك الروح عزيزه عند الله، صافي اعترف بالجريمه اعترف بكل شيء، مراد حكموا عليه بالمؤبد هو وصحابه، ولكن خصهم يجيبوا صحابه وجابوا هاد صحابهم، ولكن وقتاش جابوا هاد صحابهم؟ جابوا هاد صحابو
يعني تقريب الملف يدوز تقادم، يعني دازت مدة طويلة، دازت سنوات، وهادوك صحابو مورا تا يضرب في المؤبّد، ضرب سنوات في الحبس، علينا يخرج، وهادوك صحابو صافي قراو لامان وقالوا ربما صافي تنسات هاد القضية هادي سنوات، تقرب التقادم، ولكن كي دخلوا مع الديوانة شدوهم، أجيو، هنايا راه مراد قرّب يخرج هُما عاد يبداو المؤبّد ديالهم. إخواني أخواتي الأعزاء المشاهدين الكرام، هذه هي نهاية الجريمة ديالنا ديال اليوم، نتمنى أن السرد ديالها يكون نال الإعجاب ديالكم، دعمونا باش يوصلكم كل جديد، شكرًا جزيلًا لكم، ولكن قبل ما نغلق هذا الملف هذا وهذه الجريمة هذه، لأن كيف ما كان الحال قبل ما نسدوا هذه الجريمة ديال اليوم وهذا الملف ديال اليوم ديال جريمة الشمال، ضروري ما ناخذوه عبر لينا ولولادنا، لأن علاش؟ شوف عبد الصمد كيفاش كان وكيفاش تلات ليه، شوف مراد كي كان وفين ولا وفين توخرت ليه، يعني الإنسان خصو يصبر وربي كبير، يعني راه قاد بيك وقاد بينا وقاد بالآخر وقاد بالآخر وقاد بالآخر، نطلبوا الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، والله يجازيكم بخير ونكونوا عند لايقين عند الوجوه ديالكم، شكرًا جزيلًا لكم يعني الأحبة ديالي وخوتي وخواتاتي، شكرًا جزيلًا لكم على يعني التتبع ديالكم ديال الحلقات دياولي، وإلى اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله الرحمن الرحيم.